فيلم هيدز اوف ستيت هو المثال الحي لازاي تعمل فيلم اكشن كوميدي يضحك ويبقى من اوله لاخره مسلي، بتاخد جرعه اكشن حلوه وكبيره وجنبها جرعه من الكوميديا، وانا هنا بتكلم على الكوميديا اللي تخليك تضحك بصوت عالي. ابطال فيلمنا هم ادريس إلبا وجون سينا وبريانكا تشوبرا. ادريس إلبا الكاريزما الشيك اللي عامل دور رئيس وزراء بريطانيا وهو لايق عليه الاتيتيود الانجليزي ده، وجون سينا بجنانه وكوميديته عامل رئيس امريكا، والاتنين مضطرين يتعاونوا مع بعض عشان ينجوا من محاولات اغتيال. الغير متوقع بقى من الفيلم هو كمية الضحك اللي انا ضحكتها وانا بشوف الفيلم، والاهم من كده الكيمياء اللي ظهرت بين ابطال فيلمنا، بين ادريس إلبا وجون سينا. انا عمري ما كنت اتخيل ان ادريس إلبا هيضحكني، وجون سينا كده كده دمه خفيف وهو بطل طفولتنا كلنا تقريبا. فالفيلم هو من نوعية الافلام اللي تشوفها عشان تفصل دماغك او تشوفها وانت بتاكل، والفيلم متوافر على النت، والفيلم مدته ساعتين، وتصنيفه العمري PG-13، يعني هو مناسب لاغلب الفئات العمرية، وتقييمي للفيلم هو 7/10. وبكده تكون عرفت